ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم باميه بطريقتي. دي كان معايا كيلو باميه اهو، نضفته بقى بالشكل ده. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. هجيب حله بالشكل ده واحط فيها زيت. هنزل بالبصله بتاعتي، بصله كبيره بالشكل ده. ده بقى الطريقه دي بتخلي الباميه بتاعتي مسكره وحلوه ومن غير ما نحط فيها لحمه ولا اي حاجه. انا شوحت التشويحه واحده بس وهنزل عليها بعصير طماطم. بسم الله. وهسيبها تتسبك شويه وهروح اعمل بقيه الصلصه بتاعه الباميه. وصلت معايا الصلصه الاولانيه بالشكل ده، هنزل بالباميه بتاعتي. طبعا حطيتها في الميه المغليه بس دقيقه واحده عشان ما تتهريش معايا. وهسيبها بقى تستوي في الصلصه بتاعتها دي عبال ما اعمل الصلصه الثوم بتاعتها. بص، عندي فاضيه على النار، هحط فيها معلقتين زيت مع معلقه سمنه بلدي بالشكل ده اهو. ونزلت بالثوم احمره بالشكل ده اهو بمعلقه السمنه ومعلقه الزيت. انا اسفه طبعا وقفت الكاميرا بس ثواني بشوف ابني. وهنزل على الثوم بسرعه بعصير طماطم. بسم الله. وهسيبها تتسبك مع بعضها شويه عشان احطها على الباميه بتاعتي. دي شكل الباميه بتاعتي استوت. هحط بس عليها مرقه عشان تظبط لي الطعم. استوت اهي ما شاء الله، شكلها فظيع. هنزل عليها بقى بالصلصه اللي انا عملتها بالثوم اهو بالشكل ده اهو. وهقلبها تقليبه واحده. بعد كده هطفيها تبرد بقى وتاكليها هتدعي لي عليها. انا كده بقى ظبطتها ملح وبعد كده بقت بالشكل الحلو ده. هسيبها بقى تبرد وبعدين نقدمها وبالهنا والشفا. دي بقى الباميه بتاعتي، وكمان شويت جنبها فراخ مع رز ابيض. ويلا بالهنا والشفا، جربوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم. باي باي. لايك بقى، لايك.